يا صباح الحلويات على احلى اخوات في الدنيا، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ لو لسه اول مره تشوفيني احب اقولك انا رندا، ودي قناتي على اليوتيوب، والنهارده راجعه لكم فيديو جديد حلو كده ونحمس بعضينا كده في الساعه اللي احنا فيها دي. عايزه اقول الجو برد قوي قوي قوي، بس هنعمل ايه؟ يلا. المهم، دخلت كده اوضه من من اوض الشقه يعني، ودي اوضه بنوتي، وشويه ما شفتوا كده العرايس على السرير متدفيه وانا اللي متلجه. يعني انا امسح وانفض في الجو ده يا جماعه وانتوا نايمين كده. اولا بقى العروسه دي لسه جديده، لسه جايباها لها، وهنبدا اول حاجه نلم العرايس كده ونغسلها. وعايزه اقولك على نصيحه خديها مني. لو انت زي حالاتي بتحبي تنفضي اوضه اوضه كده في الشقه، لان في ناس بحس ان ممكن تاخد جزء جزء من الشقه. يعني مثلا النهارده هاخد حيطان، ما هاخد حيطان الشقه كلها، النهارده هاخد مثلا تحت السراير، هعمل كله مع بعضه. لا، انا عايزه اقولك على حاجه. خشي اوضه، اعملي فيها كل حاجة، اللي هو مثلا هاخدها حيطان وأرضية تحت السرير، هاخدها غسيل بقى، تحف دباديب مفارش، هغير ملاية السرير، كل حاجة في يوم واحد. هتلاقي نفسك ان انت انجزتي، والاوضه ما ترجع لهاش تاني غير لما بقى تمسحي وتفرشي الفرشه الاخيره اللي هي الفرشه الاخر دي. فاهميني؟ ما الموضوع ده بيفرق جدا جدا في اولا في تعبك انت، ثانيا في نفسيتك كده. تحسي انت انجزتي. يعني انا النهارده خلصت مثلا اوضه الاطفال، بكره اوضه النوم، بعده الريسبشن. طبعا انا عملت لكم النهارده اوضه الاطفال، يعتبر اوضه بنتي. مش وعملت بقى الحمد لله الاوض التانية، بس انا قلت ايه اوريكم نموذج يعني من اوضه واحده، لان يعتبر الاوضه دي اكتر اوضه مهلوكه عندي في الشقه، بسبب ان احنا ساعات بنقعد فيها. اي نعم، في الشتاء ما بنقعدش فيها، بنقعد فيها في الصيف، كل قعدتنا فيها في الصيف عشان التكييف فيها. ما بتبقى مهلوكه قوي، تحس ان الحيطان بتاعتها موسخه، الحاجه مبهدله، مش عارفه ايه كده. لكن في الشتاء بنقعد يعتبر في اوضه النوم، علشان فيها الشاشه ويعني بيبقى قعدتنا فيها اكتر من الصيف. يعني عندنا كده ايه زي مواسم كده، فاهمين؟ يعني الاوضه دي في الصيف، دي التانية في الشتاء كده. بدخل بقى الاوضه، دخلت الاوضه، اولا لميت العرايس، هي العرايس بتاعتها كتير جدا. انا حاطه بره في الانتريه والريسبشن كده، حاطه فيه طبعا دباديب، وحاطه فيه حاجات فر وقلوب ومش عارفه ايه. طبعا لما بروح هناك بغسلها، لكن انا بقول لكم بغسل حاجه حاجه. طب هتقولي لي يا رندا، طب ما تلمي كل الدباديب مره واحده؟ هقول لك انا بحب اللي هو اخرج من الباب انا نسيت الاوضه دي، فاهمني؟ بس كده. المهم المهم بقى بدخل اشيل كل حاجة. طبعا السجاد هو نضيف، بس بديله وش نظافة كده، بغسله بالفرشة كده. بدل ما بنفض ومش عارفة ايه، لا بيتغسل. اي نعم الجو برد قوي، بس طبعا بقى ربنا يخلينا المية السخنة يا بنات والصابون بقى. وطبعا انا بعمل خلطة كده حلوة جدا، بتنجز معايا قوي في غسيل السجاد. ايه هي بقى الخلطة؟ بحط شوية كربونات الصوديوم، وبحط شوية خل، وبحط شوية لو ما عندكيش شامبو سجاد، وانا في العادي بصراحة مش بشتري كتير، يعني لو صدفت واشتريت بشتري، وشوية صابون سائل، وشوية كلور الوان، وبحطهم بقى الخلطة دي على السجاد. عايزة اقولك لو عندك بقى في السجاد سنسول، عندك لبان، عندك اي حاجة عندك في السجاد، عايزة اقولك يعني بتيجي تفرشيه كده كأنه لسه اول فرش ليه. تمام. غسلت الدباديب وصفيتها، وقلت بقى لما احطها في السبت كمان تصفي شويه كمان، لان بتنزل كتير طبعا، بتبقى شايله ميه كتير جدا. و كنت غسلت المشايه، وطبعا بقى هتتشطف. وانا بغسل السجاد بتاع الاوضه كلها زي ما قلت لكم كده، بعمل اوضه اوضه بجيبها من فوقها لتحتها. تمام. غسلت المشايه، وادي المشايه التانية اللي جنب السرير، ويبقى فاضل السجاده الكبيره. تمام. ادي المشاية اهي اتغسلت، المشايتين، وادي السجادة الكبيرة برضو هغسلها وبشطفها حلو قوي، بسيبها بقى الصفي، وبعد كده بنشر بقى اللي بنشره في الشباك بنشره، واللي بنشره هنا بنشر كده، يعني بظبط الدنيا. تمام. خلصت اهو السجاد، وادي الدباديب كمان بسيبها الصفي، وادخل بقى اشوف المدعكة. تمام. حطيت هنا في المية اللي عندنا دي مية سخنة، حطيت شوية صابون سايل، شوية كلور الوان، وشوية خل. تمام. جبت بقى اللي هي عامله زي المساحه دي بتاعه الازاز. عايزه اقول لكم انجزت معايا جامد جدا في غسيل الحيطان. كنت بنزل بيها الرغوه، وارجع بعد كده اعملها بحته مبلوله. عايزه اقول لكم حلوه قوي قوي.
مسكت ايه طبعا كنت شلت الستاره، وهمسك بقى الاول حاجه الشباك كان متوسخ جدا، مطرح الايام اللي فاتت دي ما كان فيه نطره وتراب ومش عارفه ايه، وانا بصراحه ما بفتحوش كتير، يعني بفتحه مثلا الصبح كده ربع ساعه لو الجو حلو، بس اغير نفس الاوضه وارجع اقفله تاني. ما عايزه اقول لكم كان موسخ بطريقه غريبه، بدليل انا قعدت فيه حبه كتار قوي قوي. آم، ادعك فيه، دعكته بقى من فوق لتحت كده، و الشيش كمان متوسخ قوي، والسلك موسخ جدا. بصوا بقى اللي هي مساحة الازاز دي، على فكرة مش غالية وموجودة في اي حد عنده منظفات، حتى دلوقتي موجودة عند بتاع الصابون كمان. يعني لو عندك حد بيبيع صابون سايل وكده، محل كبير، اسأليه قولوا له عايزة اللي هي مساحة الازاز، حلوة قوي وبتنجز معاكي جدا في اي حاجه بتعمليها بقى، ازاز، حيطان، الميه اللي على الحوض، بتنجز جامد بصراحه، وبتوفر معاكي آه، شطف وحاجات كده كتير. بصوا بقى، بدأت اللي انا اشطف فيه من فوق لتحت كده كله. عايزه اقول لكم الجردل بقى طين طين، شكله ما يبانش عليه اللي هو متوسخ، بس هو فعلا كان متوسخ جدا. تمام كده. طبعا بقى ايه، الستاره والمفارش حطيتهم حتى في الغساله، على اساس لما انشر الدباديب انشر كمان معاهم المفارش. والمفارش بتتغسل، وما بفرشهاش بقى غير لما بفرش الفرش الاخير، بيتغسل بقى بحط المفارش والدباديب، والسجاد بيبقى نضيف، واغير ملايه السرير وكده، يعني تبقى ايه الاوضه من الاخر كده فله. وطبعا انا مش كل يوم بعمل اوضه، يعني انا ممكن مثلا النهارده اعمل الاوضه دي، يومين ثلاثه واعمل الاوضه التانية. انا عندي 3 اوض، ما كل يومين مثلا بعمل اوضه كمان، عشان ادي مساحه ان دلوقتي الحاجه ما بقاش تنشف بسهوله. يعني انا نشر الحاجه مثلا هتقعد لها يومين ثلاثه على الحبل عشان تنشف، اذا كان دباديب، اذا كان سجاد كده، ما انا ادي مساحه برضو ان انا ايه الحاجه تنشف معايا، واقوم بادئه في الاوضه التانية. طبعا الريسبشن فيه شغل كتير، وده ان شاء الله هعمله لكم فيديو كده قريب. لما ابدا فيه عندي هنصلح بقى ورق الحائط، لان انا عندي ورق الحائط بره من الحراره والشتاء فوق، وانا اخر دور. ما النطره كمان ساعات السقف بيسيل عليا ميه، ما للاسف لقيته الورق نطر. ما هصلحه معاكم واوريكم برضو ازاي تصلحوه لو انت عندك ورق حائط وخلع منك ومتضايقه من شكله. وهنعمل شوية حاجات برا، بس ان شاء الله كده ادعوا لي ان انا اخلص حاجه حاجه، لان انا مش عايزه اعمل لكم فيديوهات وخلاص، اللي انا كل اوضه ادخل امسحها اعمل اصور لكم فيديو، يعني على اساس ما تزهقوش مني، هتحسوا ان كله شبه بعض يعني. بس انا بديكم فيديو حماسي كده، علشان في الجو البرد ده تقومي تخلصي اللي وراك. على فكره لما بتنجزي اللي وراكي وبتعملي اللي وراكي، جسمك بيسخن جدا، وتقومي بقى مغيره هدومك او واخده حمام كده وعامله لك حاجه سخنه وتقعدي على السرير، هتلاقي نفسك بقيتي هاديه جدا وجسمك بقى حلو يعني. مش هتسقعي ولا حاجه، طول ما انت قاعده كده هتلاقي نفسك بردانه. بصوا بقى، الحيطه طبعا سيدة تراب، بس هي اصلا كمان متوسخه. يعني عايزه اقول لكم كمان الحيطه يعني مطرح التراب، وهي اصلا لونها اللي هو الاصفر الكناري ده، بس هو جاي في الفيديو بيج. عايزه اقول لكم متوسخه، متوسخه قوي قوي يعني زيادة عن اللزوم. بس بمسكها بقى بالسبونشة مش بسلكة، ويستحسن بسبونشة تكون ناعمة مش خشنة. ليه بقى؟ لان اي حد عامل بياض اللي هو البلاستيك ده، البلاستيك ما بيتحملش خالص اي ضغط في الغسيل، لكن لو زيت بيتحمل. ما انت خليكي في السبونشة اللي هي السهلة دي. طبعا بقى باللي هي اسمها ايه، المساحة دي كده بتنجزي بيها شوية، وترجعي بقى تبلي مثلا حتة قماشة كده قطن او فوطة قطن، وتدعكي بقى بقت فلة فلة فلة. تمام اهو. طبعا الحيطة كلها بنفس الطريقة، الاربع جوانب بتوع الحيطة. بصوا بقى الحتة اللي هي تحت كوبس النور متوسخة جدا برضو بالسبونشة كده، بالخلطة اللي انا عاملاها دي، حلوة جدا. وهسيب لكم تحت في صندوق الوصفة، هتدوسوا على السهم اللي تحت الفيديو هتلاقوا فيديو مخصوص للوصفة ديت، بقى عاملة فيها ازاي عامله الوصفه، وشالت الحبر، وشالت الالوان، وشالت الفلوماستر، وشالت كل حاجه، حتى الجاف والرصاص وكل حاجه عندك. يعني بصوا هتخلي لك الحيطه تحفه. بصوا الحيطه نورت ازاي، عملت طبعا الحيط جنب كله بنفس الطريقه، وطبعا الحيطه دي برضو اللي جنب السرير برضو عملتها بنفس الطريقه. بصوا بتلمع ازاي، حلوه قوي قوي قوي. يعني عايزه اقول لكم بتنجز جدا معايا، وباقل مجهود هتلاقي الحاجه بتبرق في ايدك. لمعت بقى الدولاب، ولمعت كمان
طبعا بحتة قطن كده لمعت الباب وكده الأوضة بقت فل شمعة منورة. الحمد لله خلصت الأوضة، نتفت جدا كده، يعتبر أنا جبتها من فوقها لتحتها. هبدأ بقى اللي انا امسح بس، لاني طبعا الارض فيها صابون ومتربة وكده، مطرح ما شلت السكات هتتمسح مسحة عادية جدا. وهبدأ بقى اللي انا لو عندي مثلا سجادة قديمة او حاجة مثلا بس تدفي المكان شوية عقبال لما افرش، هفرشها في الارض. وهقول لكم بقى لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا اشتراك ولايك وكومنت. الحلو الحياة اسهل مع رندا وبس، وانتظروني في فيديو جديد، وباي باي، واقول لكم ان انا متلجة جدا. باي باي.